شكرت الفنانة كندا علوش كل الذين تقدموا لها بالتهاني بعد إعلان عقد قرانها من عمرو يوسف منذ أيام، ونشرت صورتها مع عمرو يوسف عبر صفحتها على فيسبوك، وطلبت من جمهورها أن يدعوا لهم. واقتبست كندا نفس التعليق الذي كتبه عمرو يوسف على عقد قرانهما، ربما في إشارة منها إلى قوة الترابط بينهما. وكتبت كندا في تعليقها على الصورة: لكل أهلي وأصحابي وحبايبي، فرحتكم بينا زادت من فرحتي 1000 مرة، محبتكم واصلة لنا ومفرحانا فوق ما تتخيلوا. شكرا 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 ليكم على محبتكم ودعمكم اللا منتهي. شكرا لكل صديق بارك من قلبه. شكرا لكل واحد وواحدة من الجمهور فرح لنا من قلبه. يا ريت لو أقدر أشكركم واحد واحد بالاسم. شكرا لكل الصفحات اللي بتحبنا وبتدعمنا من قلبها سواء على فيسبوك أو انستجرام وتابعة. واخيرا شكرا لكل صحفي محترم ابتعد عن الاشاعات وتحرى الدقة في كلامه. اصل في اشاعات كتير اتقالت كلها غلط، بس انتم عارفين ما بردش عليهم. بس عموما سيبكم انتوا، فرحتي بيكم فوق ما تتخيلوا. ادعوا لنا وقولوا اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. وترددت أقاويل أن عمرو يوسف سوف ينوي إقامة حفلة زفافي في نفس مكان تصوير آخر مسلسلاته جراند أوتيل الذي عرض في رمضان 2016. شكرا لمتابعتكم. كده كده اتفقنا.